شفت انت المناظرة كانت عاملة ازاي؟ بتاعت ابو الفتوح وعمرو موسى. من الاخر عمرو موسى فشخ. من ناحية ايه؟ فشخ وعامة الراجل ما سألش سؤال ما تجاوبش عليه إجابة جامدة، وما ما تسألش سؤال وعرف يجاوب عليه. أو الفضوح ده. ده قاعد يلف ويدور ويجيب حاجات من اليمين وحاجات من الشمال. يا عم الراجل بيقول لك كان بيحضر حاجات منتديات الإغاثة. إيه علاقته بالسياسة؟ ده راجل سياسي، كان بيسافر مؤتمرات في الإغاثة، وكان بيعارض، بيقول لك بيعارض إيه؟ بيعارض النظام عن طريق ان هو يروح مؤتمرات الإغاثة. والله أنا مش شايف بقى إن في أي معنى لأن أي حد يتكلم عن الراجل ده تاني بعد اللي شفناه بعينينا. اللي يقول لي اصل ده كان راجل جامد واصل ده راجل محترم راجل محترم اهلا وسهلا. راجل يا عم انسان محترم ماشي، مش هتنفعني انت وانت انسان، مش عايزك انا تبقى انسان محترم انا عايز انسان بيفهم محترم في نفس الوقت. يعني انما واحد انت ايه يا عم؟ يعني مين لا قال انت لك عارف مش تاخد ولا محترم؟ تدي. الراجل محترم جدا يا محترم عم، جدا وكل بيدي حاجه. للناس الغلابة كيلو سكر عشان يدوله صوت. يا عم مفيش مشكله يعمل اللي يعمله، المهم ان الراجل ده من الاخر يعني راجل شخصيا انا شايف ان هو راجل محترم. وهو كشخصية على بعضه بغض النظر عن ايه الحاجات اللي عملها علشان الانتخابات. كل الناس بتتمنيك في الانتخابات وبتعرس وهو ده لازم. يعني انا هعرف لو انت. طبعا كل الناس هتعرس لما تنتخب. من الاخر كده لازم. بكرة تشوف. ثانية واحدة، محمد عبد الرحيم. محمد ابراهيم. محمد ابراهيم. ثانية واحدة كده.